الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الحديث أيها الأحبة الكرام عن هذه الأيام العظام المباركات التي يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات ويرفع بها الدرجات وتستجاب فيها الدعوات، فطوبى لمن تعرض لنفحة من النفحات كما قدم الشيخ بلال. رب نفحة من نفحات هذه المواسم تصيبك فلا تشقى بعدها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بنفحة نسعد بها أبدا أبدا إلى يوم أن نلقاه. صلوا على رسول الله. الإخوة الكرام، قدموا بأحاديث وقسم الرب جل وعلا في سورة الفجر عن هذه الأيام المباركات. وكما انتقل الشيخ بلال إلى زاوية معينة، أنا أيضا أنتقل إلى زاوية لم تغب عن عين قلبي منذ أن نظرت إلى هذا المشهد، وجلكم رأى هذا المشهد على مواقع التواصل. وبعد هذا المشهد أنتقل إلى كلام يكتب بماء الذهب للإمام ابن رجب رحمه الله. هذا المشهد لهذه المرأة التي كانت الدموع تنسكب من عينيها عندما غادرت أرض الوطن قبل أن تصعد الطائرة متجهة إلى الكعبة المشرفة. أسأل الله أن يكرمنا جميعا بحجة إلى بيته الحرام. هذه المرأة تدمع دموعا غامرة كثيفة وتقول: عقبال عندكم يا أولادي، عقبال عندكم يا أولاد شعبي، عقبال عندكم يا أولاد المؤمنين. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: لما علم الإله جل وعلا أن الشوق إلى بيت الله الحرام لأداء الحج في هذا العام قد قذفه الإله جل وعلا في قلب جميع المؤمنين. كل مؤمن يرى هذا المشهد يدمع، يرتعد هذا القلب شوقا إلى أن يدرك الحج والوقوف بعرفات. لما علم الإله جل وعلا أن الشوق إلى الوقوف بعرفات وأداء حج بيت الله الحرام قد قذفه الإله جل وعلا في قلب كل مؤمن، وعلم أن المسلم يمكن ألا يدرك الحج إلى بيت الله الحرام، أوجب عليه الحج في العمر مرة. ولما علم الإله جل وعلا أن من الناس من لم يستطع الوقوف بعرفات، مثلنا اليوم منا من ليس لديه المال لأن يقف بعرفات، منا من لم يخرج اسمه في القرعة ليقف بعرفات، منا من لديه أسباب أمنية تمنعه من الخروج للوقوف بعرفات. والقلب يشتاق، القلب يشتاق. عندما والله رأيت هذه المرأة قلت: يا رب أكرمني وأكرم جميع الحاضرين، اللهم آمين، بحجة إلى بيت الله الحرام. هذا الواجب الذي فرضه الإله جل وعلا علينا أن نحج. وأذن في الناس، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تقف على عرفات، تقف على الصفا والمروة، تطوف بالكعبة. عندما ترى الكعبة تدمع هذه العين لمجرد رؤية الكعبة. جعل الإله، يقول الإمام ابن رجب: جعل الإله جل وعلا بعد هذا الشوق الذي قذفه في قلوب المحبين أجر السائرين مثل القاعدين. جعل الإله جل وعلا للقاعدين أجرا يضاعف عن السائرين. عندما جعل الإله جل وعلا لك أعمالا في هذه الأيام
وفي هذه المواسم من الخيرات أجرها أعظم من أجر الحاج. ألم يجعل الإله جل وعلا بعض الأعمال في هذه الأيام أعظم من الجهاد، والجهاد أعظم من الحج؟ لأجل ذلك اليوم هذه النفحات وهذه المواسم نريد أن نتعرض لها حتى تصيبنا نفحة كما قدم الشيخ بلال فلا نشقى بعدها أبدا. والشيخ أبو نزار قال لك التاجر الحادق الفهمان اللي بيعرف إنه اليوم بضاعة الآخرة بضاعة كاسدة رخيصة بيشتري هذه البضاعة في الرخص، وعندما تغلى البضاعة إيش ببيعها وبتلاقيه إيش من أغلى الناس. طب متى أبيع بضاعة الآخرة؟ يقول الإمام أبو العلاء بضاعة الآخرة كاسدة. اليوم بضاعة الآخرة كاسدة. ومتى الغلاء؟ عندما أن نلقى الإله جل وعلا. اليوم أنت محتاج أنك تشتري هذه البضاعة في مواسم الخيرات، في مواسم الطاعات. اليوم أنت محتاج أنك تشتري بضاعة الآخرة. وأعظم حديث نتذكره عند هذه المواسم عندما نرى الناس كما قدم الشيخ أبو مسلم بيقول لك الناس بيسهر على البحر وبيسهر على الشدة وكذا. تذكر حديث والله ما الفقر أخشى عليكم، النبي بيقول لك ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها. اليوم من علامة محبة الله لك أن تجلس إلى شروق الشمس، بتكسب هيك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، من أعظم علامات محبة الله لك. كم اليوم من الجيران نائمون؟ الإله جل وعلا وفقك في هذه المواسم في هذه الأوقات المباركات لأن تجلس إلى شروق الشمس لتكسب حج وعمرة تامة تامة تامة. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك أختم الحديث بأهم 3 أمور قبل أن تقبل في منتصف الأسبوع القادم على هذه الأيام المباركات. صلوا على رسول الله. أول أمر من هذه الأمور ما هدي له الشيخ بلال وقال بدك تعمل تمهيد، يعني تخلية، منهج إسلامي التخلية قبل التحلية. هذه القزازة لو أجينا نعبيها مية وكان فيها نقطة دم بينفع تشرب منها؟ بينفع تستسيغها أنت؟ لا. وهكذا القلب تخليه من الجميع الذنوب والمعاصي. بماذا؟ بالتوبة. بالتوبة. كيف تحدثنا عن التوبة وأنا قاعد بجلس لشروق الشمس؟ من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل بني آدم خطاء، أنا بذنب وأنت بتذنب وكلنا نحتاج إلى التوبة. لولا أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. احنا بحاجة لأن نجدد التوبة في هذه الأوقات، في كل صباح وفي كل مساء. ليش؟ القابض على دينك القابض على الجمر. تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الوضع صعب، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم ثبت قلوبنا على الدين. ثاني أمر من الأمور حتى لا أطيل وأدع المجال لمشايخنا، ثاني أمر أن أذكر بأنك إن كنت من المضحين أن تمسك عن شعرك وأظافرك وحلق شعر عانتك إلى أن تنحر الأضحية. وهذه سنة جميل من يضحي ومن لم يرد أن يضحي أن يمسك عنها، وأن نربي أبناءنا. هذا درس لك أن تربي الأبناء وتقول له يا ولدي هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن نربي اليوم، والتربية على سنة النبي من أعظم المناهج التربوية. كما أن هناك منهج التخلية قبل التحلية تحدث عنه أبو حامد الغزالي أول من تحدث عنه، منهج اليوم يدرس في الغرب. وكذلك منهج التربية، تربية الأبناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج عظيم. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في الطعام يأكل بإيش؟ بشماله. قال لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك. في الطعام لا تستهن.
ولدك على طاولة الطعام في المسجد بعد الصلاة، سنة المغرب، سنة الفجر، كذا، ربي ولدك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبب إلى أولادك، وحبب في بيتك، وأيقظ سنة النبي. فمن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر إيش؟ شهيد. أختم بالأمر الثالث الذي لا بد لك أن تستقبل به هذه الأيام المباركات، أن تكثر من الأعمال الصالحات. أولا بالحج، ما استطعت الحج أن تنوي الحج، فمن نوى قيام الليل ولم يقم الليل كتب له قيام ليلة، وكان نومه إيش؟ هدية من الله. اللهم إنا نوينا أن نحج إلى بيت الله الحرام، لكن لقلة المال، لعدم خروج اسمنا في القرعة، لغيرها من الأسباب لم نخرج إلى الحج في هذا العام. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا أجر الحج يا أكرم الأكرمين. كذلك ذكر الله، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. وكذلك لا تنسى إن استطعت أن تضحي، فإن أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر، وقبلها يوم عرفة. صيامه كما قدم بشيخ يكفر سنتين. عشان كده يا أحباب، من استطاع أن يضحي فبها ونعمة، ومن لم يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بشاتين تنتطحان، شاتين أضجعهما مخصيتين، أضجعهما، ثم قال بسم الله اللهم إن هذا عن محمد، وقال عن الآخر اللهم إن هذا عن محمد وعن من لم يضحي من إيش؟ من أمة محمد. ويعني جميل هذا الشيخ اللي سمع إنه والله في الحي في أهل مش هيضحوا، فقال يا جماعة أنا بدي أضحي بديك. وقالوا شيخ الحي، شيخ المسجد يضحي بديك؟ كيف يضحي بديك؟ إلا هذا أهدى له شاة، وهذا أهدى له شاة، وهذا أهدى له شاة، وهذا صار عنده 10 شياه، 10 شياه. فقام ذبحهم ووزعهم على الفقراء، وقال لمرته دير بالك هذا الديك ارفعيه للسنة الجاية. ولد إسماعيل ولد إبراهيم فداه الله بكبش، وهذا الديك فداه ربنا ب10 شياه، ديك مبارك. فخلاه له ودير بالك أنت، شوف إذا كان في عندكم إمام وكذا، رب إن شاء الله ربنا يكرمنا ب10 شياه، اذبحهم ووزعهم على الفقراء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. استغفر الله استغفر الله. بارك الله في حبيبنا أبي العبد الشيخ بلال وجزاه الله عنا خيرا. بالمناسبة الآن طلعت الشمس، لكن كما لا يخفى على شريف علمكم الله يكرمكم يا رب أن صلاة النافلة تكره في أوقات من بعد صلاة الفجر وإلى طلوع الشمس، ثم من بعد طلوعها تقريبا بربع ساعة، ثم من وقت الزوال إلى أذان الظهر، يعني من قبل أذان الظهر تقريبا بثلث ساعة إلى أذان الظهر، ثم من بعد صلاة العصر وإلى أذان المغرب. هذه الأوقات اللي تكره فيها صلاة النافلة، ولذلك نستثمر 10 دقائق المتبقيات أو أكثر بقليل مع أخينا وحبيبنا الشيخ أبي معاذ الشيخ فيصل. نختم لقاءنا بكلمات طيبات ودعوات صادقات، ليتفضل أخونا الشيخ أبو معاذ فيصل العزازي على بركة الله. الله يسلم يديك. شرح الله، بارك الله فيك، شرح الله صدوركم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب